ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن 5 حاجات لازم تتكلمي فيهم لو هتتجوزي في بيت عيلة. احنا عارفين هنا في مصر وفي معظم الدول كده العربية، الزوج او الشاب بيتجوز في بيت اهله، يعني كده بيشتروا بيت وبيبقى فيه كذا دور او كذا طابق. بيبقى مثلا لو في اخواته، مثلا الشباب 3 أو 4 شباب، او حتى لو 2 شباب، او هو لو شاب واحد بيسكن في بيت اهله، يعني بيبقى له شقة في نفس البيت بتاع اهله. انا مش بتكلم النهاردة عن السكن بره او الشقة بره، لا انا بتكلم عن الجواز في بيت عيلة. فانت لو بنوتة متقدم لك عريس وهتتجوزي في بيت عيلة، لازم تتكلمي في شوية حاجات لازم تتكلمي فيها في قعدة التعارف او في قعدة الخطوبة، يعني قبل ما يتم الخطوبة وقبل ما تلبسي شبكة. لازم 5 حاجات تتكلمي فيهم لو هتتجوزي في بيت عيلة، علشان بعد كده الكلام ما يتغيرش وترجعوا تختلفوا. انا بشوف ناس الجوازه بتتفركش في كتب الكتاب، او بعد الجواز وبعد الخلفه طفل و2 و3. فلا، علشان ما نقعش في حاجات زي كده وما نخربش بيوتنا بعد الجواز، في 5 امور لازم نتكلم فيها لو هنتجوز في بيت عيله. ويلا خلونا ندخل في موضوعنا علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. لو لسه ما اشتركتوش في القناه، من فضلكم انزلوا اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قول عشان يوصلوكم كل الفيديوهات وتقدروا تستفيدوا منها. اعملوا لايك كتير وشير على اوسع نطاق. ايه هما ال5 حاجات اللي لازم نتكلم فيهم لو هنتجوز في بيت عيله؟ اول حاجه يا حبيبتي، مش انت اللي تتكلمي، والدك او ولي امرك، ابوكي او اخوكي او خالك او عمك. ولي امرك اللي هيقعد مع والدك ويتفق على كل حاجه، هو اللي لازم يتكلم في ال5 حاجات دول، وبدون كسوف وبدون خجل. لازم تحطوا النقط على الحروف. في في القانون عندنا في حاجة بتقول العقد شريعة المتعاقدين. يعني ايه العقد شريعة المتعاقدين؟ يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي المشروطة محطوطة. طب ايه الحاجات اللي احنا نتكلم عنها؟ اول حاجة، لازم تعرفي اذا كنت هتعيشي تحت عند ابوه وامه في شقة ابوه وامه. انت طبعا شقتك هتبقى فوق، لازم تعرفي اذا كنت هتعيشي تحت في شقة ابوه وامه ولا هتعيشي لوحدك فوق. يعني ايه الكلام ده؟ هقولك يعني ايه. يعني تعرفي اذا كنت هتاكلي وتشربي، تصحي من النوم تغسلي وشك في شقتك وتنزلي تقعدي تحت، معنى كده ان انت طول اليوم هتبقي تحت في شقة حماتك او شقة حماكي. عايشه بقى، سواء عايشه مع اخواته الصبيان، اخواته البنات، عايشه مع ابوه بس، مع امه بس، ايا كان عدد افراد عيلته او اسرته، انت هتبقي عايشه معاهم تحت طول النهار. من اول ما تصحي هتنزلي من بيتك، معاكي عيال معاكيش عيال، اول ما اتجوزتي تنزلي من بيتك تقعدي تحت في الشقه اللي تحت. فلازم تتكلموا في الكلام ده. انت هتاكلي وتشربي وتغسلي وتمسحي وتعيشي تحت، وهتبقى حياتك تحت، وبيتك هيبقى فوق لوكاندا تنامي فيها وبس، يعني هتطلعي فوق على النوم وبس. ولا انت مثلا هتعيشي في شقتك، تاكلي وتشربي وتقعدي براحتك انت وجوزك وتعيشوا حياتكم براحتكم، وكل يوم او كل يومين او كل اسبوع او كل فتره تنزلي تشوفي حماتك مثلا. مش عيب ابدا، عندها شويه غسيل تغسلهم لها، عندها شويه اطباق تغسلهم لها، عن البيت عايز يتنضف تنضفيه، تساعدي حماتك من باب جبر الخواطر. في باب في الجنه اسمه جبر الخواطر، لا يدخله الا اللي بيجبر الخواطر. وانت علشان بتحبي جوزك وعايزه علاقتك تنجح معاه، لازم تقوي علاقتك بحماتك. وان شاء الله باذن الله هنتكلم بعد كده ازاي تتعاملي مع حماتك في بيت العيله. فمش عيب ابدا ان انت تساعدي حماتك، مش عيب ابدا ابدا ابدا، او ان انت تخدميها. اعتبريها صدقة عن نفسك، عن جسمك، عن جسدك، عن صحتك. اعتبريها انت كده بتترجمي حبك لزوجك، اعتبريها من باب جبر الخواطر. فده مش عيب ابدا، بس لازم يا جماعة تتفقوا. تمام. النقطة اللي بعد كده اللي لازم تتكلموا فيها، بالنسبة بقى لو انت عندك سلايف في بيت العيلة، يعني مثلا لو كام اخ مثلا متجوزين وانت اتجوزتي معاهم، بالنسبة بقى للمهام اللي موجودة في شقة بيت العيلة، يعني شقة بيت العيلة بالنسبة للمهام اللي موجودة فيها، يعني مثلا غسيل المواعين، غسيل الغسيل، الطبيخ لو بيخبزوا مثلا، لو عندهم مثلا مواشي او زي كده، لو في ارياف، مين اللي يحلب، مين اللي يغسل، مين اللي يطبخ، مين اللي يروح مثلا يجيب الطلبات، مين اللي يعمل الفطار، مين اللي يعمل الغداء، مين اللي يمسح السلالم، مين اللي ينظف البيت، مين اللي ينفض النهارده، مين اللي يعمل تنظيفات رمضان. يعني كل المهام، كل تفصيله، كل كبيره وكل صغير لازم تتفقي عليها وتتكلمي عليها. مفيش حاجه اسمها ايه سلايفي وبتعامل معاهم بحب ومش مشكله، دي حامل انا بعمل بدلها، دي عندها اولاد صغيرين انا بعمل بدلها، وبعد كده ترجعي تشتكي وتقولي ان هما سايبين كل حاجه عليا، وانا عايزه اتطلق، وانا عايزه اخرج بره، وانا عايزه شقه بره،
وده بيبقى صعب على الزوج ان هو يوفر سكن بره بعد كده، فلازم تبقي متفقه على كده. تالت نقطه لازم تتكلمي فيها لو هتتجوزي في بيت عيله، بالنسبه بقى لو انت سيده مرأة عامله وبتشتغلي. المرأة العاملة واللي بتشتغل معاها فلوس، بالنسبة بقى لفلوسها أو ميزانيتها، الفلوس من شغلها من شقاها من تعبها ده، هتساهم بيه في البيت، هتساهم بجزء بسيط ولا هتدفعه كله؟ تمام. دي بقى نقطة مهمة قوي وحطوا تحتها خطوط حمراء. جوزك هيقبل تشتغلي بعد الجواز ولا مش هتشتغلي؟ ولو قبل ان انت هتشتغلي، هتساعدي معاه في مصروف البيت ولا هتحطي مرتبك كله في مصروف البيت او وكل يوم تاخدي منه مصروفك او كل شهر تاخدي مصروفك الشخصي منه هو؟ الموضوع ده بيعمل مشاكل كتير جدا ونسب طلاق كتيرة جدا. بنات بتقول ده بياخد مرتبه يديه لامه وابوه، وعايز ياخد مرتبي يعمل بيه جمعيه يساعد اخوه في الجواز، اخوه لسه ما اتجوزش عايز يساعده، ده بيدي كل فلوسه لامه وابوه، وعايز مرتبي انا يدخله في البيت او يجوز بيه اخوه او ايا كان. يعني المشاكل اللي بتحصل، فالفلوس والمرتب بتاعك ده بيعمل مشكله كبيره قوي، فلازم تتفقي معاه. انت مثلا هتساهمي، مثلا بتاخدي 5000 هتساهمي ب 2000، والثلاثه بتوعك ملوش دعوه بيهم ولا يسال عليهم خالص، وتجيبي لنفسك كل اللي نفسك فيه انت. تمام. ولا مثلا بتاخدي 5000 هتدفعي النص وهو هياخد النص، ولا مثلا مش هتدفعي خالص وهو هيتكفل ببيته واهله واولاده وحياته ودنيته. مثلا عليكم اقساط، عليكم جمعيه داخلين مثلا اتجوزتوا، عليكم اقساط ولا عليكم جمعيه ولا عليكم اي حاجه، انت اللي هتدفعيها ولا هو اللي هيدفعها. لازم مرتبك ده يتفصص، لازم كده تفصصيه كده وبالتفاصيل كده ترتبي معاه الدنيا هتبقى ماشيه عامله ازاي، عشان بعد كده ما ترجعوش تختلفوا. انا مش عايزاكم تسببوا لنفسكم مشاكل تؤدي الى الطلاق بسبب حاجات تافهه جدا تقدروا تتفقوا عليها قبل الخطوبه، قبل ما تلبسي شبكه كمان. بالنسبه بقى كمان لو هتتجوزي في بيت عيله، تتفقوا على ايه؟ تتفقوا لو مثلا انت بقى لو مرات مثلا الابن الكبير، مرات الابن الكبير دي هي اللي هتبقى ماسكه مصروف البيت ولا الحما هي اللي هتبقى ماسكه مصروف البيت. مرات الابن الكبير مثلا هي اللي هتتكفل بكل بقى ايه طلبات البيت، يعني بكل شغل البيت وبكل طلبات البيت، تشتري من بره الطلبات وتنظفي البيت، والتانيين بقى هيجوا كده ايه السلايفك التانيين هيجوا ضيوف شرف ولا هيساعدوكي. تمام. بالنسبه بقى للنوم ده، في ناس كمان في بيت العيله يعني هي بتتجوز شقتها بس بتبقى مكلفاها قد كده وجايبه حاجات هي وجوزها بقد كده وتقفلها، حتى النوم بتنام عند حماتها تحت، يعني هي عايشه عند حماتها، شقتها دي ما بتشوفهاش خالص ولا حتى في النوم. فانتوا لازم تتفقوا على كل الحاجات الصغيره دي، صدقوني صدقوني هتفرق معاكم جدا جدا جدا. الجواز في بيت العيله مش عيب، مش حرام، في مشاكل ممكن نتفادى المشاكل دي بشوية نقط احنا نتفق عليها في الاول، فاحنا لو اتفقنا في الاول صدقوني هتتفادوا اي مشاكل تانية هتيجي من بيت العيلة. اتمنى يا رب اكون قدرت افيدكم بكده، تكون خلصت حلقتنا وخلاص الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو من فضلكم متنسوش تعملوا لايك وشير على اوسع نطاق علشان غيركم يقدر يستفيد. اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.